بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم على التحليل التسويقي عن شركة بيتش مارك لتنظيم الحفلات في السعودية، والحفلة اللي نظمتها أمس 16 أغسطس 2023 بتاعت كاسة التسعينات، وكانوا متضمنين 8-9 نجوم في الحفلة. وحفلة اللي نظمتها النهاردة المي فاروق في الأحساء، ومي فاروق هي اللي قامت لوحدها بالحفلة. أنا عاوز أبص من المنظور التسويقي لشركة بيتش مارك عندما قررت اللي هي تجيب جيل التسعينات اللي هو تقريبا مبطل بقاله 10 سنين أو 15 سنة، ويعني بعيد عن الأضواء، وكان من منظورها يعني عدد كبير جدا، وبالتالي كان قرار تقول أنا يعني حتى لو الحفلة ما جابتش نفس النتيجة، فأنا جاب 10 أو 9. توقيت يوم 4 يعني مش خميس أو جمعة، وبعدين قسمتهم بطريقة معينة. فأنا ببص من منظور التسويق، هي بصت هل هي كانت مجازفة أو بالونة اختبار أو مجرد ملء جدول حفلات، وبدأت تبص لفكرة الإيجابيات والسلبيات وإيه المقبول وإيه اللي غير المقبول، وبالتالي العدد كان كبير جدا، وخاصة كان النجوم. يعني أنا أعتبر اللي جوهم من ضمنهم 4-5 نجوم كان صف أول. طب أنا ببص دي التحليل التسويق بتاعي من منظور قرار بيتش مارك. طيب على الجانب الآخر النجوم اللي كانوا ملء السمع والبصر، إيهاب توفيق، مصطفى قمر، حجاج، خالد حجاج، حميد الشاعري، شمع عباس، وغيرهم بقى، محمد محي والسيمون وحسني وغيره، وحتى محمد الحلو. هل هم كان قرارهم عارفين العدد اللي هيجي معاهم قد ايه؟ عارفين الميعاد؟ هل هم بصوا لها كل نجم القرار كان واخده انفعال مجرد ان انا هروح اخد فلوس وخلاص؟ هل كان في مجازفة اللي ممكن التاريخ بتاعي ممكن يضيع مجرد كأننا تيست كده؟ فانا ببصت لها من القرار بالنسبة للنجوم، كل نجم قرر ازاي وافق. هل استشار حد تسويقي يقول له الافضل تيجي او ما تجيش؟ ولو جيت هتبقى انت فاهم اللي دي كأنها فرصة، هتسيب وتأكد البصمة بتاعتك وممكن تطلب تاني، ولا هتكون مؤثرة على الاسم بتاعك حتى لو انت نهيت مشوارك، ولكن تبقى الذكرى الجميلة والقيمة اللي انا ما شوهوش. فانا كنت شايفه في نوع من التحدي، وهنا فكرة تسويقي وفكرة الدعم اللوجستيك للقرار. كيف تاخد قرار وتشوف امكانياتك ايه، وهل هظهر بالصورة اللي كما ينبغي ولا هتحط كأن تيست. فانا ببص هنا من الزاويتين، زاوية شركة بيتش مارك اللي هي رغم دون نجوم بس حطت تحت عنوان كاس التسعينات، وبين النجوم هل هعتبرها دي فرصة أأكد رغم ان انا مبطل بقالي 10 سنين او اكتر اللي لسه انا اقدر ادي. اتفرجنا على الحفلة، عجبتني الحفلة، إيهاب توفيق ومصطفى قمر كأن مش مبطلين وشباب وأثروا. هنا فكرة اللي أنا وأنا جاي أوافق أو موافقش، الوضع بتاعي هيبقى عامل إزاي، اليوم أصلا متحدد في الحفلة، الكم الكبير. فهنا القرار اللي كان أنا لو وافقت هيبقى أنا بوصلها من أي زاوية، يبقى أنا مستعد إزاي. لو اتحطيت بهذا الشكل لازم أنا اعمل بصمة عشان بعد كده لما يجي يستدعوني الحفلة تانية احط شروطي. هنا بقى اللي احنا بنقول عليها فكرة القرار. او ما عنديش الامكانيات فارفض ان انا اتحط في هذا الشكل. فانا هنا ببص لها من زاوية بيتش مارك، قالت المجازفة اللي انا هجيب يعني عدد كبير جدا، وحتى لو هم ما قاموش بنفس الدور، وانا اخترت يوم مش يوم اللي احنا بنقول عليه التصدق اللي هو الخميس او الجمعة، اللي بيبقى مهم جدا. فانا بصيت من الزاويتين، والحقيقه انا من منظوري
حصل نجاحات لإيهاب توفيق ومصطفى قمر، خالد حجاج، حتى هشام عباس ما زال يملك الجودة بتاعته. الفكرة اللي أنا أقدر أبني إزاي، يعني هل أتحط في نفس الموقف عندما يستدعوني تاني أتحط في هذا الموقف وأقبل بأي شكل، ولا أنا أكدت هنا اللي أنا مؤثر وليا وبالتالي لا أقبل؟ أنا ببسطت من هذه الزاوية، وبالتالي كان قرار فيه مجازفة ورغم ان هم نجحوا في حاجات معينه، لكن اوعوا تقعوا في نفس الوضع. انا ببص من زاويه بيتش مارك، مبصر لها قال لك حفله اخترنا يوم مش هو اساسي، عجبنا عدد كبير، وحتى لو هو ما حصلوش نجاح كانت نوع من الايه، كانها بالونه اختبار، كانها مرحله فلتره، هشوف مين اللي ممكن ينفع او ما ينفعش حتى بعد استدعيه. فكان المنظورين من زاويتين، ومن زاويه برضو اللي هم النجوم اللي مبطلين بقى لهم فتره نفس الموضوع، كل واحد بيبص من زاويته. هقبل التحدي، هقبل هذا الوضع، لكن هأكد البصمة حتى ما يجوا بعد كده يتعاقدوا معايا أبدأ أفرض شروطي. أنا أكدت وحصل تفاعل من الجماهير وما زالت ليا البصمة واللياقة. هنا بقى فكرة القرار التسويقي والدعم التسويقي ما يبقاش مجرد ارتجالي اللي انا ممكن اجازف باسمي، زي ما الشركة بيتش مارك تقول لك انا مش عاوز اجازف وممكن تيجي الحفلة مش على نفس المستوى، فاخترت لها توقيت مش هو الاساسي، مش خميس او جمعة، جبت عدد كبير. انا ببصت هنا من ناحية الشركة يعني بتفكر ازاي عندما خد القرار، وبصيت من زاوية النجوم اللي هم ممكن كانوا جازفوا بهذا القرار، ولكن عندما كانوا مستعدين وممكن يتغاضوا على هذا الشكل في الكم الرهيب وكأنه بيتم اختبارهم أو كأنها محرقة بنفس الوضع، هنا بقى فكرة القرار، قال أنا هروح مستعد أو لا، وهأكد حتى فيما بعد ما تيجي تستدعيني لا أقبل بنفس الشكل اللي حصل أمس. دي من وجهة نظري أنا، لو حد مستشار لحد قبل ما ياخد القرار أتأكد من الجودة بتاعته من التست. حاجة أقول حتى لو إحنا أرفض أو هرفض ليه، أو هوافق وهقبل التحدي وهقبل هذا الشكل اللي أنا شايفه غير مناسب بالنسبة للنجوم كانوا في عهد التسعينات صف أول أو صف أول، هأكد البصمة، لكن بقول التحدي حتى أجبر شركة بيتش مارك لما تيجي تتعامل معايا تاني لا، هيبقى ليا شروط. دي الزاوية. وبيتش مارك لو أنا مستشار تسويقي ممكن أبص من أكتر من زاوية، يعني ممكن أقول شهر التسعينات اقدر اعمل اكتر من حاجه، لكن الرد الفعل بتاع النجوم قبلت في فكره التفاوض، طالما قبلوا اعمل له في يوم واحد وما تفرقش، واختار اليوم اللي بمزاجي اللي ما مثليش اي مجازفه وممكن ما يبقاش عليها اي مخاطره وما ضيعش الخميس والجمعه. انا ببص من الزاويه الثانيه. تعال بص على الجانب الثاني اللي هي مي فاروق. مي فاروق عليها اقبال جميل، صوتها مميز، لكن لابد ان انت تجددي. انت بتشيلي حفله لوحدك ومطلوبه في كل الاماكن، اوعي تقفي على فكره النمطيه، لازم انت تتميزي، لازم انا افاجئ كل حفله كل منطقه، ما اكررش المتكرر، لان في النجاح بتاعك ده لو فضلت في نفس النمطيه هيحصل نوع من الخفتان، مش هتطلب تاني. فهنا محتاجه حد يديرك صح، النجاح يتم استثماره، ولا آمن للنجاح، لان النجوم ممكن يحصل لها نوع من الملل. مبدعة وعندك الملكة والإبهار، لكن فكرة التكرار والنمطية والاستمرار على نفس الشكل ممكن يضيع. اختيارك الأغاني يبقى على نفس المستوى، الأغاني بتاعتك أنت يبقى على مستوى أغاني أم كلثوم، عبد الوهاب. ابحثي واختاري، اوعي تجازفي. أنت في مرحلة نجاح وتشيل حفلات لوحدك، اوعي مجرد اللي أنت تنخدعي بالنجاح المرحلي ده، ممكن ينسحب من تحتيكي السجادة. انا هنا حللت من ناحيه بيتش مارك في الاولانيه، وبيتش مارك شايفه مي فاروق ناجحه فبتدي لها الحفلات تشيلها لوحدها، لكن عندما يحصل ملل بيتش مارك هتقلب عليكي وتشوف حد تاني. انا هنا ببص لك لو انا تبع مي فاروق، وببص لبيتش مارك اللي هي بتدور على النجاحات، مش في مرحله الرعايات. الناجح انا بجيبه وممكن اخليه لوحده، والاخرين بيقبلوا باي وضع، بستغل الموقف. القوي هو اللي بيفرض شروطه. ودائما بالتوفيق. وكانت اول تحليل لزاويتين في اثناء القرار، القوي والضعيف، واللي بيقبل بالمرحله بتاعته ازاي يقدر يستغلها ويبقى على مستوى التحدي حتى يفرض شروطه فيما بعد. شكرا والى اللقاء في فيديوهات قادمه.